يقولون فالشيخ الألباني رحمه الله محدث وليس بفقيه. الشيخ الألباني مبرز في الحديث وله عناية بالحديث وهو مبرز فيه. وأما فيما يتعلق يعني بالفقه فهو كغيره يخطئ ويصيب، لكن الذي له عناية بالفقه والحديث معا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فإنه محدث فقيه، يعني جمع بينهما، فيصدق عليه أنه محدث ويصدق عليه أنه فقيه. وعنايته بالفقه يعني معلومة ومشهورة، وهو المرجع في الفتوى، ومؤلفاته الكثيرة في الفتاوى يعني تدل على ذلك. وأما فيما يتعلق بعلم الحديث معلوم أن الشيخ الألباني أكثر من الشيخ ابن باز اطلاعا على الحديث وأوسع منه في الاطلاع على الحديث، ولكن يوصف الشيخ الألباني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه محدث وفقيه. وأما الألباني فهو محدث، وهو يعني في الفقه في الحديث يعني أشهر منه في الفقه. نعم.